السلام عليكم. انا فاطمة وهي دي قناتي محامية في المطبخ، وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض جاتو شاتو الشوكولاتة باسهل وانجح طريقة ممكنة. يلا بينا ندخل على المرحلة الاولى ونقول على المكونات. هنجيب معانا كوباية لبن، ويا ريت اللبن يكون دافئ او بحرارة الغرفة. وهنجيب معانا كوباية زيت وسكر تكون حبيباته ناعمة، ونص كوباية كاكاو، ومعانا كيس فانيليا وكيس نسكافيه، وممكن نستغنى عنه حسب رغبتك، لكن النسكافيه بيعزز طعم كاكاو جدا. جربيه وان شاء الله هيعجبك. هناخد معانا المكونات ونضربها مع بعض في الخلاط. هنحط الاول كوبايه السكر وبعدين كوبايه اللبن ونضربهم كويس جدا لحد ما نتاكد ان السكر داب تماما. وبعد كده هنضيف معاهم الكاكاو والفانيليا ونضرب تاني كويس، وهنحط معاهم كيس النسكافيه، واخر مرحله هننزل بالزيت لحد ما القوام يتقل ويدينا صوص الشوكولاته. هنشيل كوبايه من الخليط اللي عملناه مع بعض في الخلاط، وهو صوص الشوكولاته ده، وهو ده القوام المظبوط بتاعنا. اما باقي المكونات اللي معانا في الخلاط فهنضيف عليها بيضتين وهنضربهم كويس، ونفضي الخليط بتاعنا في طبق او بوله، ونضيف عليه كوبايه دقيق ونص باكو بيكنج باودر. ودلوقتي احنا هنضيف مع بعض خليط الكيك في صينيه مدهونه بالسمن، وبعدين ندخله الفرن مع بعض. هنظبط الخليط في الصينيه وندخله الفرن ونرجع لكم تاني. دلوقتي احنا خرجنا مع بعض صينيه الكيك من الفرن وقطعناها، وهنضيف على سطحها صوص الشوكولاته ونسويه ونرجع لكم تاني عشان نقدمها. كده احنا قدمنا مع بعض الجاتو شاتو. متأكدة ان انت هتطبقي الوصفة احسن مني، وبألف هنا وشفا.